صدمت المرأة عندما اكتشفت أن الطفل الذي تبنته هو في الحقيقة ابن صديقتها المقربة وزوجها، وأن تلك الصديقة كانت تخفي سرا مع الزوج. لقد خططا معا لتتركاها تربي الصبي، وعندما يكبر ويتولى إدارة شركتها سيستعيدانه ليتمكنا من الاستيلاء على كل ما تملك. علمت المرأة بكل شيء، لكنها لم تكشفهما، بل استمرت في رعاية وتربية الصبي بكل تفان حتى أصبح طفلا ذكيا ومطيعا. أرادت الصديقة الماكرة أن يرث ابنها الحقيقي الشركة، فقامت بتسجيله في 10 دورات تدريبية خاصة. أخبرت المرأة الصبي أنها لا تتمنى سوى سعادته، وأنه ليس مضطرا لتولي الشركة، فالمهم هو أن يكون سعيدا. شعرت الصديقة بالقلق وقالت للمرأة: بما أنك بلا والدين وتملكين شركة بملايين الدولارات، فلمن ستتركينها؟ اعتقدت الصديقة أن المرأة ترفض دفع رسوم الدروس البالغة 50,000 دولار، لكن المرأة قالت إن هذه هي طريقتها في التربية، وإذا لم توافق الصديقة فبإمكانها دفع المبلغ بنفسها لكي يرث ابنها الشركة يوما ما. اعترض الزوج قائلا: إن الصديقة لا تكسب سوى 5,000 دولار شهريا، فكيف ستدفع 50,000؟ لكن الصديقة مدفوعة بأحلام الثراء قامت باقتراض المال. بعد ذلك بدأت تتردد على منزل المرأة كثيرا للتقرب من الصبي، لكنه كان دائما يحافظ على مسافة بينهما. ذات يوم انتشر خبر عن طالب قبل في جامعة مرموقة، وعثر عليه والداه الحقيقيان، لكنه رفض العودة إليهما. علقت المرأة بأن التربية أهم من الإنجاب، ومن الطبيعي ألا يعترف بالوالدين البيولوجيين. حاولت الصديقة جس نبضها وسألتها: إذا جاء والدا الصبي الحقيقيان يوما ما، هل سيذهب معهما؟ فأجابت المرأة: لا، فهما لم يلتقيا قط، ولا يوجد رابط بينهما إلا إذا عاشوا معا كل يوم. خطرت لصديقة فكرة، فطلبت من الزوج شراء منزل بجوار منزل المرأة لتتمكن من رؤية الصبي باستمرار. قال الزوج إنه لا يستطيع استخدام أموال المرأة بعد لأنهما لم يتزوجا، لكن الصديقة اقترحت أن يقترض كل منهما 100,000 دولار لشراء المنزل، وسيسددان المبلغ بمجرد استيلاء الصبي على الشركة. علمت المرأة بخطة القرض فورا. بقيت الصديقة تعمل كجليسة أطفال مجانية لمدة 3 سنوات. وأخيرا جاءت الليلة التي سبقت الامتحان الحاسم للصبي. كان الزوج والصديقة ينتظران الفرصة، فبمجرد نجاحه سيتولى الشركة ويكشفان الحقيقة. في تلك الليلة أرسلت المرأة رسالة للزوج تخبره بأنها مشغولة وتطلب منه توصيل ابنهما للامتحان. ظن الزوج أنها غادرت، فدخل الغرفة مع الصديقة، لكن المرأة كانت تراقب كل شيء. في الصباح اتصلت بالزوج وقالت إنها عادت مبكرا وتريد الاستحمام. ارتبك الزوج وسألها عن مكانها، فقالت: أنا عند الباب، ثم فتحته. لم تجد بالداخل سوى صديقتي التي ادعت أنها غلبتها النومة من التعب. أما الزوج فقد كان مختبئا خارج النافذة، فانزلقت يده وسقط أرضا كاسرا ساقه. صرخت العاملة تطلب النجدة، ونزلت الصديقة مسرعة لاستدعاء الإسعاف. قالت المرأة إن المنزل بعيد وسيتأخر الإسعاف، وعرضت نقل الزوج بنفسها، لكن ذلك قد يفوت على الصبي موعد الامتحان. إذا لم يعالج الزوج فورا فقد يصاب بعجز دائم. قال الزوج: لا تقلقي، خذي الصبي للامتحان. ووافقت الصديقة أيضا. ابتسمت المرأة وغادرت، فكل شيء يسير حسب خطتها. بعد استقرار حالة الزوج دخلت المرأة وقالت له إن ساقه تحطمت وسيقضي بقية حياته على كرسي متحرك. ذهل الزوج والصديقة، وسألت المرأة الصديقة بتعجب: لماذا تبدين حزينة أكثر مني؟ غير الزوج الموضوع وسأل عن نتيجة الامتحان. في تلك اللحظة تلقت المرأة مكالمة، وقال ابنها إنه قبل في أفضل جامعة في العالم. غمرت الفرحة الزوج والصديقة، وشعرا أن أموال الشركة أصبحت في أيديهما. أخبرت المرأة الصبية بأنها ستنظم مؤتمرا صحفيا لتعلنه وريثا للشركة، وفي اليوم التالي بدأ المؤتمر أمام أعين الجميع وهم يوقعون الأوراق. وبمجرد الانتهاء ابتسمت الصديقة وقالت: أخيرا نجحنا. وقف الزوج وصرخ قائلا إن لديه إعلانا: أنا وهذه المرأة متزوجان، وهذا الصبي هو ابننا. تظاهرت المرأة بالصدمة وهرع الصحفيون نحوهما. بدأت الصديقة تبكي وتقول كم ضحت من أجل ابنها. ذهل الصبي، وبدأ الحشد يتهامس باشمئزاز من سلوك هذا الثنائي. حاولت الصديقة دفع المرأة بعيدا، لكن المرأة انفجرت ضاحكة. سألتها الصديقة: لماذا تضحكين؟ قالت المرأة: لقد كنت أعلم بكل شيء منذ البداية. صرخت الصديقة: مستحيل، إذا كنت تعلمين فلماذا ربيته طوال 18 عاما؟ لم تجب المرأة، بل التفتت ونادت صبيا آخر ليدخل القاعة.